بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم زكريا، يحييكم وأحبكم في الله. إن شاء الله في هذه الحلقة نتكلموا الموضوع اللي هو مهم جدا، كيخص الإنسان الزهري وكيفاش يقوي الطاقة ديالو. كيفاش يقوي الطاقة ديالو، لأن دائما كيف ما كنقولوا كاين أسئلة كثيرة. الزهري دائما ما عنده واحد الأسئلة لا يوجد لها، يعني كيقلب على الجواب ما كيلقاش. فبإذن الله نتكلموا على مراكز الطاقات في الكون، مراكز الطاقات في الكون بإذن الله. فهناك منابع كثيرة لطاقات الزهري. اسمع مزيان واسمع وانصت كيفاش تقوي الطاقة ديالك بإذن الله عز وجل. أول شيء وأقوى طاقة وهي طاقة القرآن الكريم. طاقة القرآن أقوى طاقة في الكون، وكذلك آيات النور فيها طاقة عجيبة ما شاء الله، وكذلك الصلوات والحفاظ عليها فيها طاقة، والذكر فيه طاقة، والعبادات كلها فيها طاقة، والصدقة وفعل الخير والاجتهاد في الحلال هذا كله فيه طاقة قوية. وأيضا توجد طاقات أخرى تأتي من البحر ومن الجبال ومن الأماكن الهادئة ومن الخلوات. نعم، وهناك طاقة تأتي أثناء السجود. الإنسان فاش كيسجد ويطلب الله عز وجل تأتي طاقة، سبحان الله العظيم، طاقة قوية تأتي لأنه يوجد حبل أثيري يمتد إلى الكعبة الشريفة، ويوجد أيضا الأماكن المقدسة والتي توجد في كل بلد عربي وإسلامي، ويوجد أيضا في الأماكن القديمة الأثرية في مختلف الحضارات. فالزهري كيتأثر بهذه العوامل. وأيضا توجد طاقة الشمس والقمر والكواكب والنجوم، لذلك يعمل السحرة أسحار الكواكب والنجوم لقطع التواصل مع طاقات الكون. أيضا هناك طاقات تتجمع بلقاء الزهريين. فاش كيتجمعوا شي جوج ديال الزهريين أو شي مجمع ديال الزهريين يحدث تبادل طاقات، وممكن شخص يرسل لشخص آخر طاقة إيجابية ويسحب منه طاقة سلبية، فإن كان الآخر ناقص طاقة فيحدث توازن. أيضا الأماكن الروحية فيها طاقات قوية، وأيضا البوابات العجيبة اللي إن شاء الله دابا نتكلموا عليها إن شاء الله بإذن الله. أما مراكز الطاقات الكبيرة فهذه اللي ذكرت لكم، وكذلك توجد طاقات كبيرة بعدين إن شاء الله غادي نتكلموا عليها في الأهرامات وفي القدس وفي بيت الحرام وفي المسجد الأقصى. إن شاء الله غادي نتكلموا عليها إن شاء الله في حلقة مقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.